اخي عبد الله هي سنيكرز اللهم بارك. ما شاء الله. نروح بعد الوصفة هذه. الله يعطيك الصحة والشفاء. بارك الله عليك. اللهم بارك. طريقة تحضير ديال هو الاول البرونيز ديالنا اللي غنحتاجو في هذه الوصفة. كنحتاجو 5 د البيضات، 380 غرام ديال الزبدة، 380 غرام ديال السنيدة، سكر حبوب، الزبدة تكون مزيانة، 150 غرام ديال لافارين، 40 غرام ديال بودر كاكاو ما يكونش مور، يكون هذاك الحلو شويه، و 14 غرام ديال الخميره، خميره ديال الحلوى، 380 غرام ديال الشوكولا تكون مزيانه. كناخذوا شوكولا وشويه د الكركاع، كناخذوا شوكولا كنديروها تذوب مع الزبده، كنغرسوا البيض ديالنا مع السنيده، سكر حبوب، كنضربوه مزيان بما تذوب الزبده وشوكولا. كناخذوا ديك الزبده والشوكولا اللي دونا كنديروهم معاه، كنخلطوهم حتى هما مزيان، كنديروا لافارين وبودر كاكاو والخميره والفاني. بالنسبه للكركاع الا بغيتي ديرو ما بغيتيش ماشي بالضروره دير الكركاع، كتخلطوه معاه مزيان، تخلط تيندمجوا مع بعضياتهم كاملين هكا مزيان. كناخدو الكادر كنديرو في الكادر هذا كنديرو 60 على 40 باش تجي لاباط ديالنا ما تكونش غليظه بزاف، تكون رقيقه شويه. بغيتي دير نص كتقسم المكونات على جوج، الوصفه كتقسمها على جوج وكدير في الكادر صغير نص ديال هذا. هاد الوصفه هادي كتعطيك 40 بياسه، 40 بياسه، 40 ديال سنيكرز. صافي كنديرو في هاد اللاطه هادي، كندخلوه للفران 150 درجه مده 15 دقيقه حتى 12 15 دقيقه. من بعد نخرجوه نخليه سيبرد عاد نخدمو به. كنقادوه في اللاطه بحال هكا. صافي دابا نرجعو للكراميل اللي غنحتاجو. كنحتاجو 180 غرام ديال السنيده، ما كنديروهاش كامله، الا بغيتي ديرها كامله كديرها وكدير معها العسل. غنديرو معها 15 غرام ديال العسل، وغنحتاجو 300 غرام ديال الكريم فريش، و70 غرام ديال الزبده. الزبده تكون مزيانه، ديما تكون الزبده مزيانه. كندير هاد الكريمه هادي تكون سخونه شويه. هاد الوصفه هادي عطيتها لكم قليله شويه باش كلشي صايبه. ايوا هادي صايبه، ماشي هي اللي كتشوفوا في الصوره كامله، درتها لكم الوصفه صغيره. كدير السنيده تطلق شويه في الكاسرونه بحال هكا، وكنزيدوها كامله. الكراميل ديالنا نردو ليها البال مزيان باش ما تحرقش، حيت الا تحرق عاد عطينا المذاق ديال السكر محروق. ديما نردو ليها البال، نقصو البوطه مزيان ونردو ليها البال. ملي كتبدا كتذوب في الجناب كنحركوها غير شويه، كنخليوها هكا ما كنحركوهاش بزاف باش ما تعطيناش دوك الحبيبات قاصحين. من بعد ملي كتكون بحال هكا كراميل بحال هكا كنزيدو ليها ديك الكريمه وكنحركوها بحال هكا مزيان. كنحركوها بالفوي بحال هكا حتى نكملو داك الكريمه كامل. انا درت الكونتيتي كثيره، ما تشوفوش الكونتيتي اللي عطيتكم عاوتاني، عطيتكم الكونتيتي صغيره.
باش اللي غيصايبها في الدار اللي بغا يزيد يدوبلها على 2 ولا على 3. كتحرك لي كراميل ديالنا بحال هكا مزيان. صافي من بعد كناخدو الزبدة حتى هي كندير لها شوية الزبدة، هاديك 70 غرام ديال الزبدة، كندير لها ديك 70 غرام ديال الزبدة. صافي كنبقاو نحركوها شوية ونخليوها حتى تكون بحال هكا، تيعطيوك سميتو بحال هكا وكتحرك شوية شوية كيتجمع داك الكراميل، كيتقال ما كيكونش خفيف مازال، ولكن نقصو البوطة باش ما يتحرقش، ما تكونش فيها الحريق، ريحة الحريق ولا مذاق ديال الحريق نهائيا. كنحركوه بحال هكا مزيان. صافي هو تيكون بحال هكا. نتوما لاحظوا معايا، شوفوا غير في الصورة مزيان غيبان لكم واش طاب ولا ما طابش. نتوما لاحظوا معايا شفتوها مزيان، كتشوفوا كيطبخ بحال هكا. صافي كنحيدوه كنغطيوه بشي حاجة كنخليوه تيبرد، عاد كنخدمو به، نخليوه تيبرد مزيان، عاد كنخدمو به فوق البسكوي ديالنا. نتوما لاحظوا معايا دابا كنديروه في هادي باش يبرد مزيان، خليوه حتى الغد ليه. يمكنلك تصايبو اليوم وتخليه حتى الغد، ولا تصايبو شي 4 سوايع اللي ما قالوا وخليه حتى يبرد مزيان. صافي من بعد كناخدو داك البسكوي ديالنا ملي كيطاب كيجي بحال هكا، وكنقطع به الباندا بحال هكا، وكنديرو الكراميل ديالنا في لابوش كنديروه بحال هكا. هانتوما لاحظوا معايا، نديروه هكاك، مكن يكون لابوش رقيق شويه ما يكونش غليظ بزاف باش تجي لاباط الفوقانيه شاده راسها. هانتوما لاحظوا معايا، هانتوما كلشي كندير ليه بحال هكاك، كتجي رائعه بزاف الا جربتو هاد الطريقه هادي اللي عطيتكم. بالنسبه للكاوكاو كناخدو هاد الكاوكاو هادي كنحمرو غير شويه يتحمر، ما يكونش محروق حتى هو، يتحمر كندير له بحال هكا. نتوما لاحظوا معايا مزيان، طريقه سهله اي واحد يصايبها، واخا تكون مبتدئ غتصايب هاد الوصفه هادي ما عندكش فين تلف، تبع غير الفيديو من الاول حتى الاخر. انتما لاحظوا معايا، حط فيديو حداك وتفرج وبقى تصايب. انتما لاحظوا معايا مزيان، ما عندكش لا تلف، الناس كلشي كيتعلموا. كناخدو شوكولا حليب، شوكولا اولي، شوكولا اولي ماشي شوكولا ديك المغموقه بزاف، باش نقولها لكم بسميتو باش تعرفوها مزيان. شوكولا مزيانه ما تكونش شوكولا اولي، شوكولا اللي خفيفه شويه، ماشي هذيك اللي مغموقه بزاف. كندوبوها كندير لها شويه الزيت، غير شويه ديال الزيت ما نديروهاش بزاف، وصافي كنصايب بها. نتوما لاحظوا معايا بحال هكا، ها هي سنيكرز ديالنا كي جات. نتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله. اللهم بارك. ما شاء الله. بعد الوصفة هذه خير الله يعطيك الصحة والشفاء.
تبارك الله عليك. مبارك. واعر بزاف. هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه والصفحه ديال شاب ابراهيم فيلالي وبارطاجيو الفيديو باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. ديما تشجعوا القناه والصفحه ديال شاب ابراهيم فيلالي.